تجميعة الشعب، وهي تجميعة ال15,000 جنيه أو 300 دولار. فأنا جايب لك أحسن تجميعة بالسعر ده اللي هو 300 دولار أو 15,000 جنيه. بشغل لك كل الألعاب، ولغاية السنة دي بشغل لك معظم الألعاب بتاعت 2025. صور غني عن التعريف، ال AMD Ryzen 5 3600 أشهر بروسيسور في الفئات الاقتصادية الصراحة بعد ال 12400F. البروسيسور ده بيجي ب6 كور و12 ثريد، يعني أداء جبار في الألعاب. ومش بس كده، ده بيجي مع أعلى عدد كاشات في البروسيسورات الاقتصادية، هو 32 ميجا كاش. 32 ميجا كاش دي مش موجودة في ال 12400F اللي هو أقوى منه. ودي بقى مفيدة للشغل والحاجات اللي بتتطلب يعني أوامر كتير على البروسيسور. دي أول قطعة في التجميعة. تاني قطعة اللي هي المذر بورد. انت عندك هنا اختيارين، يا اما تاخد التجميعة بكيس RGB، وده انا مفضلوش، وتاخد المذر بورد ال A520 MKV2 من جيجا بايت. مذر بورد انا مش حاببها الصراحة، لانها عاملة زي ال H610 ويمكن اوحش منها كمان. تكون مع كيس RGB، يا اما تاخد ال B450 اللي هي تقريبا في نفس سعرها مع كيس عادية، او لو انت عايز كيس RGB بتزود شوية من الميزانية. نيجي بقى للقطعة اللي بتشيل كل الكلام ده، واللي هي الكارت الشاشة. الكارت اللي معانا هو ال GTX 1660 سوبر، كارت غني عن التعريف. انا كنت عملت حلقة عن كروت ال GTX، بس اللي انا كنت قلته في الحلقة دي ان ما انصحكش انك تشتري اي كارت GTX في 2025، وانا شاهد الصراحة على الكلام ده. بس في الفئة دي والفئات اللي تحت ال400 دولار او ال20,000 جنيه بنصح بالكارت ده. وكمان تحت ال25,000 ممكن تلاقي تجميعات بالكارت ده مع بروسيسورات زي ال 12400F جديدة، هتلاقيها بأسعار يعني غريبة. 60 سوبر النسخة اللي هنجيبها اللي هي الاسوس تاف، وانا هقولك هتجيب كل القطع دي منين في اخر الفيديو، بس تأكد انك مكمل الفيديو عشان تعرف باقي القطع، عشان هتناسب مين القطعة دي وايه التغييرات اللي انا ممكن اقولها لك. نيجي بقى للرامات. الرامات وهي 16 جيجا رام بسرعة 3200 ميجا هرتز، يعني براحتك تاخدها بقى RGB او مش RGB، بس انا شايف ان ما تاخدهاش RGB، يعني مش وقت فزلكة، مش فئة فزلكة. نروح للكيس، ده تكون اي كيس. لو انت عايزها RGB 4 فان RGB. طبعا لو انت بقى هتاخدها RGB فانت كل الكلام ده مستعمل، اذا كان جديد او اذا كان RGB او مش RGB كيس عادية، يعني كل الكلام ده مستعمل، لان الجديد بالسعر ده هتاخد ال580. طب ايه بقى الحاجة اللي هتشغل كل ده؟ الباور سبلاي راح فين؟ انت هنا هتاخد باور سبلاي من زيجماتيك 500 واط. طيب ليه ماخدش حاجة اعلى من كده؟ هو براحتك بس للميزانية. طيب التخزين، الحاجة اللي هحط عليها الويندوز هتكون SSD 256 او 512، بس هترفع سعر التجميع شوية ل 512. لو اخدت 256 ممكن تاخد 1 تيرا HDD، يعني هو التخزين خارج حسبة التجميع اللي هي 15,000 جنيه، عشان دي حاجة انت براحتك فيها، بس انا منصحكش انك تقل عن 256 SSD. طيب التجميع دي من فين؟ من زارع هاردوير، بيعمل شوية عروض وناس مضمونين جدا. نيجي بقى لنقطة التطوير او ايه الحاجات اللي ممكن نغيرها. انا اخترت لك الكارت ده لان الكارت ده ينفع للمونتاج، للستريم، للجيمنج، لأي حاجة. بس انت لو رايح للجيمنج بس يبقى في نفس الفئة دي ممكن تاخد ال RX 5600 XT، الكارت اللي هو اقوى من ال2060 بحوالي 5% او 10%. يعني انت ال5600 XT لو انت جيمر بس،
انصحك انك تاخده. يا اما في كارت اعلى في الفيرام بس اضعف في الاداء، اللي هو ال5500 اكس تي، ده بينافس 1650، بس ما انصحكش انك تروح لل5500 اكس تي. طب انت عندك كده خيارين في الكارت، اللي هما ال1660 سوبر او الار اكس 5600 اكس تي. دي احسن خيارات في الفئة دي، ويعني في فئة الكروت دي وفئة التجميعات دي. البروسيسور عندك برضو خيارين، اللي هما ال5500 وال3600. 3600 انا اخترته عشان ينفع للشغل والجيمنج، الكاش اللي فيه اعلى. ال5500 احسن في الجيمنج. لو انت التجميع دي هدف الجيمنج بنصحك بالار اكس 5600 اكس تي مع البروسيسور الرايزن 5 5500 مع برضه بي 450. ده لو انت مستعد انك ترفع الميزانية في الميزانية شوية. طب نقط التطوير، احنا متعودين ان اي تجميع بنجيبها بيكون فيها تطويرات المستقبل. لو انت معاك ميزانية اعلى، التطوير هيكون للتجميع اللي انا عملتها في اول فيديو في القناة، اللي هي تجميعة ال20,000 جنيه. هتكون تطوير للكارت والحاجات كتير الصراحة. بس تطوير المعالج انا كنت مختار برضو المعالج ده على اساس ان التجميعة دي كلها جديدة ما عدا الكارت كان مستعمل. بس لو انت بقى ناوي تاخدها كلها مستعملة، يبقى ممكن انك تشوف ال12400 اف مع ال H610 او ال B660. الفرق سعر ما بينهم مش كبير، بس معرفش في المستعمل. انا عارف ان فرق سعر ما بينهم مش كبير في الجديد، بس في المستعمل الصراحة معرفش. طيب الباور هيكون طبعا 600 واط، لان الكارت اللي كان في الفيديو اللي فات كان كارت مميز جدا. فانا انصحك لو انت ناوي انك تطور التجميعة دي في المستقبل، لو عايز تعرف ايه التطورات، ممكن انك تروح للفيديو بتاع تجميعة ال20,000 جنيه اللي هسيبهولك في اخر الفيديو ده. لان يكون تطوير للكارت وحاجات كتير. ممكن انك تبدل المعالج بمعالج مستعمل، اللي هو الاي 5 12400 اف، هيدوس على 3600. وبس كده اكون عملتلك تجميع 15,000 جنيه، وقلتلك ايه الحاجات اللي تتطور. الرامات طبعا تتطور ل32 جيجا، لو انت معاك ميزانية تجيبها 32 جيجا. انا كده قلتلك على احسن تجميع في السعر ده، قلتلك على خيارات في الكروت وفي المعالج، قلتلك على اهم نقط انك تركز فيها في التطوير. يعني تبتدي الاول بتطوير الكارت، بعد كده تطور المعالج والمذر بورد. بس لما تطور الكارت هتطور الباور عشان نكون متفقين. بعد كده اخر حاجة الرامات. وبس كده كنت عملتلك احسن تجميع في الفئة دي، واللي انا هاخدها لنفسي لو بعمل تجميع في الفئة دي الصراحة. فسلامات.